امتى الصبر يتحول لإهانة؟ وازاي تفرق بينهم من غير ما تخسر نفسك؟ خلينا أبدأ بسؤال واحد، سؤال بسيط لكن تقيل. هو كل صبر ثواب ولا في صبر بيكلفك نفسك؟ احنا اتربينا على فكرة ان الصبر دايما فضيلة. اصبر ربنا كبير، اصبر الأيام هتعدي، اصبر بكرة يتحسن. بس محدش قال لنا ان في لحظة الصبر ممكن يتحول من قوة لإهانة. النهاردة مش هنتكلم عن الصبر في المرض، ولا الصبر في الشدة، ولا الصبر في البلاء. النهاردة هنتكلم عن الصبر اللي بيكسرك وانت فاكره أجر وثواب. خلينا أكون واضح، الصبر قيمة عظيمة، بس أي قيمة لما تتسحب من معناها بتتحول لعكسها، زي الشجاعة لما تبقى تهور، وزي الطيبة لما تبقى سذاجة، وزي الصبر لما يبقى تنازل عن الكرامة. المشكلة مش في الصبر، المشكلة في ليه بنصبر، وعلى ايه، ومين المستفيد. الصبر يتحول لإهانة لما يبقى من طرف واحد. اسأل نفسك، هو أنا اللي دايما أعدي وأبرر وأعتذر وأرجع الغلط دايما عليا، والطرف التاني ولا مرة يعتذر، ولا مرة يراجع نفسه، ولا مرة يخاف انه يخسرك؟ لو الصبر بقى دور ثابت ليك ومش اختيار، اعرف انك مش صابر، ده انت متعود تتظلم. والتعود على الظلم مش اخلاق، ده استنزاف. في نوع صبر اخطر من الاهانة نفسها، صبر يخليك تختفي، تسكت، مش لانك مقتنع، لكن عشان ما تزعلش حد، وما تخسرش حد، وما تدخلش في خناقة مع حد. مع الوقت صوتك بيقل، ورأيك بيختفي، وحدودك بتتمسح، لحد ما تبقى موجود بس مش محسوب. الصبر اللي يخليك تخاف تقول رأيك، أو تعبر عن وجعك، أو تقول ده غلط، ده مش صبر، ده إلغاء للذات. الصبر الطبيعي له بداية وليه نهاية، لكن لو نفس الوجع بيتكرر، ونفس الإهانة بتتقدم لك، ونفس الأعذار بتتقال، يبقى ده مش ابتلاء، ده نمط حياة مؤذي. في فرق بين اصبر شوية وان ده يكون وضعك الطبيعي. لو الألم بقى ثابت والراحة مؤجلة دايما، يبقى في حاجة غلط. ربنا ما خلقش الصبر عشان الإنسان يعيش مكسور طول عمره. دي أخطر نقطة. في ناس بتستغل أخلاقك وتسمي ده عشرة وأصول وطيبة وصبر، ويقولك كبر دماغك، طول بالك، العملية ما تستاهلش، استحمل علشان البيت، استحمل عشان العشرة. بس الحقيقة هم مستفيدين وانت اللي بتدفع التمن. الصبر لما يبقى أداة لإسكاتك يبقى سلاح مش فضيلة. اختبر صبرك بسؤال واحد، ده لو كنت عايز تعرف انت صابر ولا لا. لو قدرت اقول لا من غير خوف، هل كنت هصبر؟ لو الإجابة لا، ما كنتش هصبر، يبقى ده مش صبر، ده خوف متغلب بالأخلاق. الصبر الحقيقي بيكون اختيار، مش اضطرار، أو إنك تكون مضطر عليه. الصبر قوة ووعي وقرار، أما الإهانة فهي خوف وتبرير وعادة. الصبر بيحافظ عليك، أما الإهانة بتكسرك. خلينا أختم بحاجة مهمة، مش كل اللي سكت صابر، ومش كل اللي صابر بيكون صح. في لحظة في حياة أي إنسان لازم يقف ويبص لنفسه ويقول أنا مستحمل عشان ربنا، ولا عشان الناس، ولا عشان الخوف. افتكر دايما، الصبر اللي من غير كرامة مش عبادة،
ده جلد ذات. وافتكر القاعدة دي: اصبر على الألم اللي ليه معنى، وما تصبرش على اللي بيكسرك. لو الحلقة دي لمستك يبقى ده معناه انك شخص محترم، بس محتاج تعيد تعريف الصبر، مش عشان تبقى قاسي، لكن عشان تفضل إنسان سليم. مش عايز أطول عليكم. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.